السلام عليكم. يلا نسحر سوا واقول لكم على المشروب السحري اللي انا بخس عليه. مشروب سحري، بس صلوا على النبي في الكومنتات عشان اقول لكم عليه. واللي عايز يخس، انا خسيت عليه. انا كنت معزومه عند بنتي وفرحوني، قالوا انت خسيتي جامد، بس ما وزنتش نفسي لسه. انا خسيت حوالي بتاع ممكن يكون 13 14 كيلو في شهر، او ممكن اكتر. ان شاء الله الميزان بيصلح لما يجي هقول لكم انا خسيت قد ايه. صلوا على النبي. يلا بينا اقول لكم على المشروب السحري. مشروب تحفه 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 اهو، هقول لكم عليه هعمله معاكم. صلوا على النبي في الكومنتات، شجعوني. يلا نسحر سوا. هقول لكم السحور بتاع الدايت اهو. العشبه دي معلقه واحده كده في كوبايه، معلقه واحده بس. دي مش جايباه من عند العطار. تمام. احط عليه ميه سخنه اهو، ميه مغليه، مش سخنه سخنه، لا مغليه. تمام. هقلبه بس كده، شجعوني يلا. هقول لكم عليه في اخر الفيديو اهو، تسمعوا الفيديو للاخر. وهغطيه، جايبه معايا الغطا اهو اهو، هغطيه على ما استحر معاكم. جايبه كوبايه تانية اهي والصفايه. تمام. السحور بتاعي، بس هاخد البرشام الاول بتاعي. فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي برشامه كده باخدها قبل الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. ودي بنادول كده هاخدها عشان تعبانه شويه. ودي شارب برضو جبنه قريش وبيضتين حطيتهم انسلقوا، هقشرهم بس. جايبه بيض من المزرعه شكله لسه جديد، حط عليها ملح بس شكله لسه جديد. واحده اتدلعت. تمام. قطعه قطعه جبنه قريش. البيض شكله جديد بقول لكم، اتدلع مني. انا ارش على البيضتين بس شويه كمون بدون ملح، كمون بس عشان الانتفاخات. تمام. ومقطعه خياره، وقطع عليها كمان جزرايه اهي. دي سحور دايت، اللي عايز تعمل دايت. المنجوع ده لازم يقعد ربع ساعه. انا مسحها باخد علاجي ومش عارفه ايه يكون ايه اللي اتعمل. تمام. عشان بس ده مستكه كده اهو، شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحبايه اللي خدتها قبل الاكل دي للضغط. حسيت راسي مصدعه كده وقلت اخدها للضغط، لان الضغط عندي على طول يعلى. اكلها حاف بدون عيش. بسم الله الرحمن الرحيم، بدون اي حاجه خالص، لا ملح ولا زيت ولا اي دهون خالص. يعني فرحانه من ساعه ما جيت وقالوا لي خسيتي، عشان ايه هشجع اكتر بقى. بفرح لما حد بيقول لي خسيتي، يعني كان وزني شديد جدا. جزرة والخيار يساعد على الهضم، والجزر تمضغي اكتر من فترة الاكل والشبع. المخ بيدي اشارة انك شبعتي بعد تلت ساعة من بداية الاكل خلاص. فالجزر والخيار بيديكي تمضغي الاكل كويس. جزرايه والخياره. البيض عليه كمون بس. جايبه كرتونه البيض يا بنات ب 130، حد جايبولي من المزرعه. 130 في المحلات هنا بيبيع البيضه ب6 جنيه، يعني الكرتونه معديه 1160 جنيه.
او ب5 جنيه. طب ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو عايزه تخس تلتزم بالدايت واكل صحي ومفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حطوا كومنت حلو كده عشان اقول لكم على المشروب واقول لكم على الاسم ده اللي انا خسيت عليه. تعالوا كلوا معايا شجعوني فرحوني، قالوا انت خسيت كتير. خسيت 10 كيلو كده يا ولاد. قالوا لا اكتر، اللي كان وزني معدي. كان وزني معدي جامد. الحبايه دي البيضه دي اتعملت خالص وانا بقشرها اتزلعت خالص اللي باكلها دي. دي سبع كفته، حته سمك كفته صغيره كده مش عارفه اكلها ولا بلاش. هي ناشفه اصلا، بصوا ناشفه خالص. بصوا مش دهون خالص. عاملاها بدون دهون خالص في الفرن، شويها في الفرن. مش نافع الشوكه يا بنات عشان البيضه اتهرت. اكل صحي ومفيد. ولو عايزه تتخن برضه تقول لي، اقول لك انا اتخنت ازاي. لو عايزه وشها يورد ويتنفخ تقول لي، هقول لها على وصف. انا سبت نفسي لما اتخنت خالص. اي سؤال قولوا لي عليه وانا اقول لكم اجاوبكم في الكومنتات. واي تعليق بيرد عليه والله، ارد عليكم كلكم. ربنا يخليكم ليا اكبر متابعين في الدنيا. المدغ حلو عشان يسهل موضوع الهضم على المعده، مش تتعب. واكل جبنه قريش، ما تاكليش جبنه المحلات لان فيها الماده الحافظه انتوا عارفين. مش انتش بشتريها خالص الجبنه اللي بتاعت هذا عمل اسماء. اي جبنه المحلات مش برضه اشتريها، مش برضه اشتريها. مش صحيه ومش مفيده خالص خالص خالص. فيها ماده الحافظه تتعب المعده، تجيب امراض وحشه. عارفه وعافاك الله. بيكون عندي عزيمه بخس. خلوا عندكم عزيمه زيي. خلوا عندكم عزيمه زيي. كنت عايزه اعمل لكم بس مقدم مباشر. انتوا مش هتصحي دلوقتي، كل ما هم مشغول في السحور. القران الفجر بيقرا. الصحة بصلي الفجر واقعد اقرا القران. قولوا انت وصلت الجزء الكام؟ انا فاشله السنه دي في القران، وصلت الجزء العاشر. كل سنه بختم 3 مرات. المره دي ان شاء الله هختم مرتين بس ان شاء الله، ربنا يقدرني. قولوا لي هتختموا كام مره، وصلتوا الجزء الكام؟ ماشي، شجع بعض. ما بداتش يوم 5 رمضان قرأت القرآن. كنت مرهقة كده، كنت تعبانة في الأول، ما قريتش خالص. لو قريت من أول رمضان كان زماني ختمت. أنا بحاول آكل البيض الأول عشان ما يتعبنيش. أنا أول مرة آكل بيض مسلوق في السحور، أول مرة. كل مرة بعلقه بحتة سمنة بلدي كده صغيرة وأحط عليها جبنة القريش. بس المرة دي قلت لها هسلقها كلها حاف. كنت باكل عيش من أول رمضان، فأنا قلت لها مش هاكل عيش خالص، أنا هسلقهم وآكلهم حاف كده.
شوف الجزرية تمسك في الشوكة كده. ايوه مسكتها. وبتاخد وقت في الهضم، قصدي بتاخد وقت في المضغ الجزر، عشان يديك المخ يديك اشاره ان انت شبعتي، يدي المعده اشاره ان انت شبعتي. يعني تقعدي تاكلي كده حوالي ربع ساعه او تلت ساعه براحتك. طبعا بقى في الفيديو عشان اكمل اكل اقول لك انا قعدت قد ايه بالظبط، عشان على ما دي انت الاعشاب تعمل اهي. اكل الاعشاب اهي مغطياها. خلاص انا خلصت اكل، بس باكل الخضار. ندوق كويس الاكل كويس عشان يبقى سهل على المعده الهضم، متتعبكيش، تشبعي بسرعه مش تجوعي يعني. على فكره الجبنه دي مش خرطه كامله، نص خرطه اللي انا جبتها دي كان نص خرطه، نص خرطه بس، نص قطعه. خلاص كده. خياره واحده قطعتها مع جزريه صغيره. ناخد بقى البرشام. كوبايه ميه كده الاول بعد ما اكلت الحمد لله. دي بنادول مش الصداع. صداع جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. ده برشام اسمه سيدوفاج، عشان بينزل معاكي السكر لو انت عندك نسبة سكر وعندك نسبة دهون، اللي هي الدهون العيش والرز والمكرونة. العيش والرز والمكرونة بتحول السكريات في الجسم، فبتزود بتعمل دهون، والدهون تتحول لسكريات، فبيعلي السكر في الدم، فده بيخسس وبينزل السكر معاكي ويخليكي تخسي. تمام. بسم الله. بحاول اشرب الميه على 3 مرات، بتحفز نسبة الانسولين في الجسم. تاخدي نفس كده وتشربي. الحمد لله كده انا تميت ربع ساعة بالظبط، ربع ساعة بالظبط. حتى بارد خالص اهو. اقلبه كمان تقليبه كده. لونه غمق ازاي، لونه عمل ازاي اهو. لازم تتغطى عشان زيوت الطياره اللي في الاعشاب تستفيدي منها. تمام. احصل فيها بقى. بسم الله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ده بقى هقولك على فوائد مادة العشب دي. اللي عنده السكر يمشي عليها شهر، اللي عايز يخس يمشي عليها شهر، مرتين في اليوم، الصبح بالايام الفطار، ايام في رمضان ساعة الفطور، بعد الفطور وبعد السحور. تمام. السكر وللتخسيس وللقولون ولكل حاجة، بتزود نسبة الاكسجين في الدم. دي مادة اسمها البردجوش، في بعض الدول اسمها مردجوش، وفي
بردكوش بالكاف. وفي بعض الدول بردكوش ومردكوش وبردكوش، يعني في بالقاف وفي بالكاف، وفي مردكوش، وفي برضو إلها اسم تاني افتكر اسمه تاني بقول لكم عليه. دي تشربيها بقى على طول ان شاء الله باذن الله، بتخليكي تنزلي الميه اللي في الجسم لو في ميه في الجسم، بتخليكي تخسي. لو اللي عنده السكر جايباها من دكتور من دكتور من دكتور. بعدين انا بقرا في الاعشاب كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. بردت خلاص ازاي؟ ممكن تشربها في مرتين تلاتة، تشربها براحتك على مهلك بدون سكر يا بنات، بدون سكر. ما تحطش سكر على اي، ما تحطيش سكر على اي مشروب تشربيه. عصاير بدون سكر، شاي بدون سكر، قهوه بدون سكر، لان السكر ده مرض، مرض العصر، مرض العصر. والله العظيم السكر ده مرض العصر. والجماعه اللي تخيل اغلبيه تعرضهم لمرض السكر من نسبه الدهون اللي في الجسم، لان اللي قلت لك العيش والرز والمكرونه بتحولوا لدهون ولسكر في الدم. فاحنا عايزين نتلاشى الحاجات دي. انا سبت نفسي لما تخنت خالص وورمت خالص، فانا ندمت، رجلي وجعتني مش بقدر امشي. فالنهارده الحمد لله انا رحت البنت وطلعت، كنتش بقدر اطلع السلم، طلعت الحمد لله. نزلت حوالي يبقى لي بتاع عديت ال10 كيلو، يعني ممكن يكون 13 14 كيلو خسيت في شهر واحد. يعني النهارده بكره يمكن تمام الشهر كمان، يعني لسه كمان يومين واتم الشهر تمام ان شاء الله. امشوا ليه ان شاء الله انتوا تخسوا. حاولوا خفوا من العيش والمكرونه والرز. يعني النهارده انا فطرت 70 كوسه محشي وصابع بتنجان واحد واربعة خمسة كروب بس مع الحته وطبق. بس ابدأي بطبق السلطه، ابدأي طبق السلطه الاول، هتاكليها هتلاقي نفسك شبعتي. اكلت والله 70 كوسه كده اهو صغيرين، وبتنجان 3 والله عديتهم 3 حطيتهم قدامي، والكرومب خدت منه بتاع 3 4 صوابع بس. ولقيت نفسي التكمت، ما عرفت اللي عندي الان شبعانه. بس قلت برضه عشان السحور وكده ونصبح صايمين، قلت اجيب قطعه جبنه قريش صغيره، نص قطعه، مع اسلق بيضتين كده حاف بدون عيش مع المشروب. تمام يا حبايبي، لو عجبك الفيديو متبخليش عليا، ويا ريت تتابعوني وتشاهدوا الفيديو للاخر ان شاء الله تستفيدوا مني. انتوا حبايبي تتابعوني مني. لو انتوا عايزين اسم هدور لكم على الاسم بتاعها التاني في جميع الدول. في سوريا اسمها مردجوش، وفي بردجوش، وفي مرتكوش اهو. ان شاء الله تستفيدوا بالفيديو، واللي عايز يخس يستفيدوا بالفيديو ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وعد لكم الايام بخير يا رب. ويا ريت ترفعوا الفيديو عشان الكل يستفيد من المشروب الحلو ده. واسم الدواء، في اسم دواء تاني باخده بساعة الفطار، بعد الفطار باخده، هو ده برضو اللي نزل دهون موت، هقول لكم عليه ان شاء الله بعد الفطار، وهوريكم الاسم على بعض. تمام، قول تمام. صباح الفل. قولوا لي وصلت الجزء الكام. يعني ان شاء الله هصلي الفجر واقعد اقرا لي بتاع جزء ولا جزئين ان شاء الله باذن الله. امبارح الحمد لله الحمد لله صليت الفجر، فضلت اقرا قران لعند ما الشمس طلعت، قرأت اذكار الصباح والمساء، وقمت صليت ركعتين سنه عن اللي انا قراته. دي حجه وعمره تامه، حجه وعمره تامه. ورجعت صليت الضحى الحمد لله، ورحت نمت الحمد لله، نمت مرتاحه والله العظيم. جربوها ان شاء الله مش هتندموا. ممكن تعملي حجه وعمره كل يوم بعد الفجر. صلي وصلي واقعد ادعي كده واستغفري وسبحوا كتير، سبحوا تسبيحات، صلوا على النبي كتير. بصي ايدك كده لو مش معاكي سبحه على ايدك، العقل دي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا، اللهم صل على العقل دي. بصي اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بعد اسبح طول ما انا قاعده كده بعد ما بخلص الصلاه. تمام، ان شاء الله تستفيدوا من الفيديو، واعملوا حجه كل يوم، واعملوا عمره كل يوم ان شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا حبايبي، ومع الف سلامه يروح قلبي. سلام، يا رب تكونوا استفادوا من الفيديو.